2019 هذه الصور التي تداولها السعوديون اليوم للسيول والأمطار غير المسبوقة التي ضربت مدينة جدة وخلفت أضرار مادية كبيرة، بالإضافة أيضا إلى خسائر بشرية، حيث أفاد الدفاع المدني السعودي بوفاة شخصين حتى الآن في هذه السيول التي جرفت المركبات وأيضا كل ما كان في طريقها، كما تشاهدون في هذه الصور التي تداولها المدونون السعوديون على تويتر خلال الساعات الماضية. طبعا الدفاع المدني دعا الناس إلى عدم الخروج إلا للضرورة، وأيضا هناك حالة مطرية غير مسبوقة تشهدها بعض المدن السعودية، دعاهم أيضا لتوخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، حيث غمرت المياه جدة الخميس وغمرت عدة شوارع فيها وطرق رئيسية، مخلفة عدد هائل من الأضرار بالمركبات. في وقت أعلن الدفاع المدني كما قلنا رسميا وفاة شخصين في أول حصيلة لهذه الفيضانات رسميا من قبل الدفاع المدني، حيث أيضا استنفرت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وعدة جهات حكومية للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، والفرق المدنية تعمل على سرعة التخلص من المياه، فيما تضرر عدد كبير من الأبنية والمنازل. كما تشاهدون سيارات تم جرفها، هناك العشرات من السيارات التي أعطبت وتجمعت في مكان ومصبات الأودية وأيضا أماكن أخرى بحسب صور يتم تداولها. أيضا نلاحظ مستوى منسوب المياه في الشوارع إلى أين وصل من خلال هذه الفيديوهات. هناك أيضا وصل حجم المياه إلى 60 ملم قبل أن يعيد الدفاع المدني والوكالة الأنباء السعودية قال بأنه بلغت 179 ملم بزيادة عن سيول وأمطار عام 2009 التي شهدت كارثة كبيرة وقتها، وأيضا كان هناك رياح في عام 2009 ساهمت في مضاعفة هذه الخسائر. إذن منذ 10 سنوات لم تشهد المملكة العربية السعودية هذه الأمطار والسيول المدمرة، خصوصا في مدينة جدة الساحلية كما تشاهدون في هذه الصور. إذن نحن معكم في بث مباشر للسيول التي ضربت جدة وأغرقت شوارعها وأتلفت العديد من السيارات. طبعا حجم المياه كما قلنا هو الأول والأعلى في منسوبه عن السنوات الماضية. أيضا النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد رفع درجة الإنذار في جدة وأيضا في الشعيبة بمحافظة بحرة إلى التحذير بسبب هذه الأمطار، كما أوضح أن مناطق التحذير تشمل كامل المحافظة والأجزاء الساحلية منها، وأشار إلى تعرض تلك المناطق لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد مع جريان السيول، لافتا إلى استمرار تلك الحالة حتى 3 عصرا. أيضا منطقة مكة المكرمة شهدت أيضا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما دفع الجهات المختصة لإغلاق عدد من الأنفاق بجانب إغلاق طريق الحرمين من كوبري المنتزهات إلى كوبري الملك عبد الله بالاتجاهين، فيما أعلنت إمارة المنطقة إغلاق طريق مكة جدة السريع بشكل احترازي نظرا لهطول الأمطار وحرصا على سلامة الجميع. أيضا دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للإمارة لتجنب استخدام أنفاق الأمير ماجد مع فسلطين كاملا والملك عبد الله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبد الله مع طريق المدينة باتجاه الغرب، والملك عبد الله مع المدينة غربا.
هذا كل ما يتعلق بما شهدته جدة وبعض المناطق هناك من سيول وأضرار. نتمنى السلامة للجميع في المملكة العربية السعودية وتوخي الحذر مع هذه الأمطار والسيول غير المسبوقة. للمزيد حول التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني أخبار الآن دوت نت.